طبيبة مصرية مشهورة قالت لي حط البصل على البرتقان، وبدل ما تلفي عليها وتشتريها بالغالي ده الازازة الواحدة بقت ب 900 جنيه، حضريها انت في البيت في اقل من 5 دقايق. والله العظيم انا عارفة ان انت جنبك كيسة ادوية وبتاخدي فيها بقالك مدة طويلة وبرضه مفيش نتيجة، ويئستي ولفيتي على دكاترة كتير. طيب انا هقولك اديني بس فرصة وخدي الوصفة بتاعتي دي لمدة دقيقة واحدة بس. انا مش هقولك ان نتيجتها بعد 10 دقايق، والله مجرد ما بتاخديها وتدهني بيها وشوفي النتيجة قدام عينيكي. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك، وكمان تشيروه لكل اللي تعرفوه وتحبوه. اول حاجة انا محتاجة 5 فصوص من الثوم، زي ما انتوا شايفين لازم يكونوا فريش، لسه مقشراهم وكمان لسه كده مقطعاهم كده ناعم خالص على قد ما تقدروا. فصوص الثوم اللي انا استخدمتها دي كانت فصوص حجمها وسط، لو كبيرة ممكن تستخدمي 4 فصوص بس. معايا كمان حبة بصل حجمها وسط، يكون بصل احمر مهم جدا، وقطعوه رفيع على قد ما تقدروا. طبعا انا لسه مقشره البصل، يعني ما ينفعش حتى تكوني مقشراه بقالك 10 دقايق، لازم تحضري الوصفه دي قبلها مباشره. بعد ما حضرت البصل معايا كمان برتقانه، وانا محتاجه القشر قبل البرتقان من جوه كمان، فبشيل بس الجزء اللي غير مستحب من فوق ومن تحت، وبعد كده بقطعها كده شرايح رفيعه جدا زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. قطعت البصل والثوم والبرتقان، يلا بينا في طاسه على النار. هبدا ان انا اسخن الطاسه بتاعتي، ومجرد ما الطاسه بتسخن بطفي النار تماما، وابدا ان انا اضيف نص كوبايه من زيت الزيتون. اهم حاجه يكون زيت زيتون بك. انزلي بقى بالثوم والبصل وكمان البرتقان، ونقلب مع زيت الزيتون اللي هو دلوقتي دافي. انا بقلب كده لمده 3 دقايق، او ممكن كمان نوصل ل5 دقايق، لغايه ما كده بحس ان كل حاجه اتقلبت مع بعضها. وطبعا عاوزه اقول لكم ان ريحه الليمون هنا، ريحه البرتقال هنا هي اللي غالبه، يعني ما تقلقيش من ريحه البصل ولا الثوم تماما. انا عارفه ان انتم فعلا بتتضايقوا من ريحه البصل والثوم، بس البرتقال هنا هو اللي غالب. في اي برطمان يكون عندي محكم الغلق، وببدا انزل بالوصفه بتاعتنا، وهسيبها كده لازم تكون متغطيه من بالليل لتاني يوم الصبح. تعالي يا وصفتنا يا جميله، يا اللي انت فعلا هتريحينا طول الشتاء. طيب انا عندي نزلة برد، انا عندي كحة جديدة مش عارفة انام منها، انا عندي يعني حساسية على صدري، ولا تقلقوا خالص. خدي معلقة كبيرة من الوصفة بتاعتنا اللي احنا حضرناها، وعليها معلقة صغيرة من عسل النحل، وممكن تستغني عن عسل النحل لو مش متوفر عندك. كملي الكوباية بتاعتك لمية كده تكون سخنة، ولا مية مغلية ولا مية باردة. هاتي عليها عصير نص ليمونة، اعصري الليمونه، وانزلي كمان بالقشره معاها. طبعا الليمونه بتاعتي دي غسلاها كويس. تمام. خدي الكوبايه دي بقى، سواء كان بعد الفطار على الريق في اي وقت، المهم ان انت تصحي من نومك تاخديها. تمام كده. ممكن تاخديها على الريق لو انت حابه، عندك ادويه تاخديها على الريق، لا انت سيبيها لبعد الادويه. بعد كده بقى الناس اللي عندها حساسيه صدر، الاطفال الصغيره، بتبداي ان انت كده بزيت الزيتون اللي موجوده عندك بخلاصه البصل والثوم، تدهني كده الصدر، وبعدين تغطيه بستريتش راب كويس او بكيس كويس، وبعدين لكفتيه كده ببطانيه من بالليل لتاني يوم الصبح. وبلا منازع دي اقوى وصفه لعلاج حساسيه الصدر طول الشتاء، لازم تجربوها، ممتازه فعلا.